بنشوف شاب اللي بيكون اسمه ايان اللي كان رايح البنك عشان يصرف شيك كان معاه وبيعمل كل الاجراءات اللي بتطلب منه من الموظفه اللي هناك، وفي الاخر بنشوفه وهو بيستلم الفلوس. بس لما بيخرج الموظفه بتتخض لما بتلاقي الشيك مزور وبيكون سايب لها ورقه اللي بيكون مكتوب عليها انا اسف اني سرقت. وبنرجع قبلها بكام يوم وبنشوف ايان وباباه فينسنت وهما داخلين محل عشان يشتروا حاجات من جوه، وفينسنت بيدخل جوه المحل بخلاف ايان اللي كان واقف بره واللي كان بيتفرج عليه وهو بيشتري خمره من جوه. ولما بيخلص فينسنت بيخبي الازاز في هدومه وبيدي اشاره لايان اللي بنعرف ان عنده قوه خارقه وبيقدر يعمل وهم للشخص اللي قدامه اللي خلى الازاز تختفي. وطبعا صاحبه المحل ما شافتهاش وبيقدروا ينجحوا في ده. اللي بعدها خرجوا من المحل وبيقول لايان انه هيروح يجيب عربيتهم في الوقت اللي ايان كان لسه بيستعمل قوته على صاحب المحل، بس فجاه بتشتت انتباههم بنت بتيجي وبتتكلم معاه وده خلى قوته تقف، اللي خلى صاحبه المحل تفهم ان فينسنت سرق الازايز وده خلاها تخرج بره وهي معاها شاكوش. وبتواجهوا في الوقت اللي بيوصل فيه فينسنت عشان ياخد ايان، بس قبل ما تعمل حاجه ايان بيطلب منها تنسى الموضوع والكلام ده طبعا ما عجبهاش وده خلاها تروح عشان تهاجمه. فايان بيطلع مسدس وبيهددها انه هيضربها بالنار لو ما رجعتش، بس مع كل ده ما خفتش وفضلت مكمله عشان ايان يضربها بالنار في بطنها وبتقع صاحبه المحل على الارض وبتبدا تنزف. وقبل ما اي حد ياخد باله من اللي بيحصل فينسنت بياخد ايان في العربيه وبيهربوا، وبعدها الشرطه بتوصل لان جالهم بلاغ ان في حد اتضرب بالنار. واول ما بيوصلوا بيشوفوا صاحبه المحل وهي بتقول ان هي اتضربت بالنار، بس بنعرف ان هي ما تعرضتش لاي حاجه خالص وان ده وهم عمله ايان واقنعها ان هي تصابت عشان الموظفه بتاعه البنك تطلب من الشرطه ان هم يطردوه اللي قالت ان هم سرقوا المحل بتاعها. وبنشوف الشرطه وهي بتطاردهم اللي خلى فينسنت يتضايق من اللي حصل بسبب انه ما كانش عايز يتقبض عليهم، فبيطلب من ايان ان هو يستعمل قوته عشان يبعدهم عنه، اللي خلى ايان يرد عليه ويقول له انه زهق من عمليات السرقه الصغيره وانه يقدر يستعمل قوته في سرقه البنك وده ممكن يغير حياتهم. ففينسنت قال له ان ده خطر جدا لان ممكن يتقبض عليهم وان لو ايان اتقبض عليه هيتعمل عليه تجارب كتير لبقيه حياته وده في حاله لو حد عرف ان هو عنده قوه خارقه زي دي. وبنرجع بعدها للشرطه اللي بنشوفها وهي بتقرب منهم، بس كيفن بيقدر يعمل وهم ان هو بيخليهم يفتكروا ان في عاصفه اللي خلتهم ما يشوفوش الطريق عشان بعدها يستعمل قوته ويخليهم يفتكروا ان هم عملوا حادثه واتقلبوا بالعربيه. بس طبعا بنعرف ان كل ده كان وهم وان مفيش اي حاجه حصلت للعربيه او ليهم. وبنروح ونشوف واحده اسمها اشلي اللي شافت الفيديو بتاع ايان وهو بيستعمل قوته، اللي فرحت ان هي لقت ايان اخيرا. وبنعرف ان هي كانت بتدور عليه بقالها سنين. وتاني يوم ايان بيصحى اللي كان بيحلم بكابوس اللي كان بيشوف واحده بتصرخ وهي شايله طفل في ايديها، وبعدها على طول بيروح عشان يقابل باباه وبنشوف باباه وهو بيحضر له الفطار وايان شكره عشان يقول له بعدها انه عنده مشوار وهيخرج بره. وبنروح عشان نشوف الظابط اللي اتقلب بالعربيه اللي كان بيقول لصاحبته اللي شغاله في مطعم عن العاصفه اللي حصلت قبلها، وبنعرف ان ما عندوش اي ذكريات عن الحادثه اللي توهم انه عملها، بس صاحبته مش بتصدقه عشان ما حصلش قبل كده اي عواصف ثلجيه في المنطقه وده بيكون بسبب المناخ فده مستحيل يحصل. بس في الوقت اللي كانوا بيتكلموا فيه بيكون في واحد اسمه العارف قاعد وبيسمع كلامهم، اللي بنعرف ان هو كمان كان بيدور على كيفن وفينسنت. وبعدها في نفس اليوم بالليل اشلي والعملاء بتوعها بيقدروا يقبضوا على فينسنت في المركب بتاعه، بس ايام ما رجعش وبيبان ان فينسنت يعرف اشلي من زمان، واللي بنعرف ان هم كانوا شغالين في نفس المنظمه زمان، والمنظمه دي كانت بتعمل تجارب على الاشخاص اللي عندهم قوه خارقه. بس قبل ما تبدا تستجوب فينسنت بخصوص مكان ايان بتعرف ان العملاء بتوعها قدروا يحددوا المكان بتاعه، بس مش هم لوحدهم اللي قدروا يحددوا مكانه لان العارف هو كمان وصل. وفي الوقت اللي بيظهر فيه العملاء بتوع اشلي بيبدا يهاجمهم وبيمنعهم ان هم يوصلوا ايان عشان ياخد الجهاز بتاع واحد من العملاء اللي قال لها اعملي نفسك ما تعرفيش حاجه بخصوص ايان. وبنعرف ان هم بيطاردوا العارف بقالهم سنين وده خلى اشلي تقول لهم يطاردوا العارف ويسيبوا ايان لان بنعرف ان هو هدف اهم بالنسبه لها وما ينفعش يخلوه يوصل لايان الاول. بس قبل ما يقدروا يعملوا حاجه بيستعمل قوته على عميل واللي بنعرف انه زي ايان بالظبط، وايان بيشوف ده وبيتصدم من اللي بيحصل لان هو كده بيفهم ان هو مش لوحده اللي عنده قوه خارقه. في الوقت اللي كانوا مشتبكين مع العارف واحد بيظهر وبيحط ماسك على وشه واللي بنعرف انه بيوقف قوته. في الوقت اللي عملاء تانيين ومعاهم واحده اسمها داليا بياخدوا كيفن عشان يودوه لاشلي، واول ما بيدخل العربيه اللي فيها اشلي بيشوف فينسنت وهو متخدر ومغمى عليه، بس قبل ما يبدا حتى انه يستوعب الموقف اشلي بتحط برضه ماسك على وشه زي اللي استعملته مع العارف عشان تسحب عين الدم من ايان اللي بعتتها للمعمل بتاع المنظمه عشان يعملوا عليها تحليل. في مكان تاني بنشوف العارف وهو بيهاجم العملاء بتوع المنظمه اللي قدر يخدعهم بخلاف ان في ماسك على وشه اللي كان بيجمع قوته، وبيقلع الماسك اللي كان على وشه وبيروح عشان يوقف العربيه بتاعت اشلي، بس خطته بتفشل لما مش بيلاقيهم. وبعدها بنشوفهم هما بيشيلوا ماسك من على ايان. في الوقت اللي بتوصل رئيسه المنظمه بيسالها ايان هي عايزه ايه منه عشان اشلي تقول له ان في منظمه اسمها المختارين وان المنظمه دي فيها ناس عندهم قوه خارقه زيه اللي كانوا بيستعملوها عشان يسيطروا على العالم وبيقدروا يخلوا الدول والحكومات تخضع ليهم، وان العارف يبقى اخر واحد عايش من المنظمه دي وهو اقوى واحد منهم، وانه بيحاول يخلي كيفن ينضم ليه في المنظمه عشان بعدها تقول له ان هي محتاجه ايان يساعدها بان هم يعملوا تحليل عليه اللي تخليهم يقدروا يلاقوا طريقه يموتوا بيها العارف، واكدت عليه ان مفيش اي حل تاني يخليهم يقدروا يخضعوا العارف غير ده. وايان هنا بيفهم انه مش هيكون اكتر من فرط تجارب في المنظمه، فبيرد عليها وبيقول لها انه عايز يمشي هو وباباه من المكان، بس اشلي بتقول له ان هي هتخليه يشوف باباه بعد ما يستعمل قوته قدامها ويوريها حجم قوته، وايان بينفذ طلبها عشان اشلي تقول له ان قوته لسه مش ناضجه وانه ضعيف جدا. وايان بيرد عليها ويقول لها انه مش هيعمل اي حاجه تاني قبل ما يشوف باباه، واشلي سمحت له انه يشوف باباه. بس لما ايان بيوصل هناك بيفهم ان باباه واشلي يعرفوا بعض من زمان عشان يسال هم يعرفوا بعض منين، وكانت اجابه اشلي ان هو يسال
يسال باباه ويكتشف بنفسه، اللي رجعت تطلب منه انه يدخل جوه دماغ فينسنت ويدور بنفسه جوه عقله ويشوف ذكرياته وقتها هيعرف اتقابلوا ازاي. بس فينسنت بيطلب من ايان انه ما يعملش كده، اللي قال له انه ما يسمعش كلامها. بعد كده اشلي بتوري له صوره واحده اللي قالت له يدخل عقل فينسنت عشان يعرف هي مين. بخلاف ان فينسنت كان معترض، ايان بيدخل برضه جوه عقل فينسنت وبينبش في ذكريات اللي شاف ذكرى لباباه واشلي اللي كانوا بيشتغلوا مع بعض زمان. بخلاف انه شاف فينسنت بيخطف طفل من واحده اللي بنعرف ان هي اسمها اورسيلا، وبيخرج من عقله وبيرجع تاني للواقع عشان اشلي ترجع وتساله شاف ايه، اللي قال لها انه شاف فينسنت وهو بيخطف طفل صغير. وطبعا ايان بيفهم هنا ان هو كان الطفل الصغير ده اللي اتخطف، وبيفهم كده ان فينسنت ما يبقاش باباه الحقيقي واورسيلا تبقى مامته الحقيقيه، اللي اشلي رجعت وقالت له ان اورسيلا ممكن تكون لسه عايشه. وبعدها اشلي بتروح وتشوف تحاليل ايان، بس بيقطعها رئيسها في الشغل اللي قالت له عن نتيجه تحليل ايان اللي بتكون نتائج تحليل استثنائيه، واللي رجع بعدها بثواني وقالت له ان مفيش اي عقار او تجربه خلته كده وان هو مولود كده. وبيرجع رئيسها يسالها ازاي عنده قوه خارقه من غير ما يتعرض لاي تجربه، واشلي جاوبته قالت له ان ايان بيكون اول انسان يتولد طبيعي وعنده قدرات بخلاف كل الاشخاص التانيين اللي اتعرضوا لتجارب معمليه. ورئيسها في الشغل استغرب من كلامها عشان تقطع اشلي وتقول له ان ده ممكن يكون بسبب ان ولد كيفن ومامته الاثنين كان عندهم قوه خارقه والاثنين اكتسبوها من تجارب اتعملت عليهم، اللي خلى مديرها يقترح ان هم يتخلصوا منه قبل ما قوته تزيد عن كده ويشكل خطر كبير. بس اشلي بتقطعه وبتقول له ان هو ممكن يكون مفيد جدا في حربهم ضد الاشخاص اللي عندهم قوه خارقه. تاني يوم بنشوف داليا وهي بتروح لايان عشان تعرض عليه ان هي تهربه من المكان اللي مشي وراه وشافها وهي بتخدع كل الحراس اللي في المكان بسهوله. بس في الوقت اللي كانوا هيمشوا فيه هما الاثنين ايان بيقطع كل ده عشان يقول لها ان هو لازم ياخد فينسنت معاه في الوقت اللي اقتحم فيه العارف المبنى وبيدخل عشان يدور على ايان. وفي نفس الوقت اشلي بتفهم ان ايان ما بقاش في اوضته اللي خلت العملاء بتوعها يطردوه، بس العارف بيوقفهم وبيخضعهم اللي قتلهم كلهم. وفي الوقت اللي كان ايان بيهرب مع داليا وفينسنت العارف بيهاجمهم وبيضرب رصاص على كاوتش العربيه اللي خلاهم يعملوا حادثه ويتقلبوا بالعربيه. بس قبل ما العارف ما يوصل ليهم ايان بيستعمل وهمه واللي بنعرف انه اشتغل على العارف، وده معناه ان قوته اكبر منه اللي خلى العارف يبتسم ويمشي ويسيب المكان. وبيروحوا بعدها على فندق عشان يقضوا الليله هناك. وتاني يوم الصبح ايان بيسال داليا هي ليه بتساعده، اللي قالت له ان هي بتعمل ده عشان دي الحاجه الصح اللي المفروض تعملها. وايان بيفهم وقتها ان داليا شغاله في منظمه المختارين. وفي نفس اليوم فينسنت بيسكر اللي داليا كانت بتلوم ايان على انه جابوه معاهم، بس ايان بيقول لها ان هو جابه هنا عشان يجاوب على اسئلتهم بخصوص الماضي بتاع المنظمه. وده خلى داليا تطلب منه انه يدخل جوه عقل فينسنت تاني، وبيعمل كده بس المره دي لما بيدخل بيشوف فينسنت وهو بيتكلم مع اشلي بخصوص ان هم يهربوا شخص لدوله تانية عشان يقابل دكتور اسمه كامنسكي. بس لما بيخرج من عقل فينسنت داليا بتساله هو شاف ايه جوه عقله، بس ايان قال لها انه ما شافش حاجه جديده جوه عقله. وبعدها بحبه بيروح ايان عشان يسرق فلوس من محل، بس صاحبه المحل والشرطه بيطاردوه، بس بيقدر في الاخر يهرب وبيرجع للفندق تاني في الوقت اللي كان هو وداليا فرحانين بالفلوس اللي قدروا يسرقوها. بس بيلاحظ ايان ان فينسنت مش في البيت معاهم عشان داليا تقول له ان هو على الاغلب بيسكر في اي مكان. وبعدها بحبه داليا دخلت الحمام وايان بيشوف العارف بره وبيفهم انه قدر يوصل له، والعارف بيدخل بس بيلاقي الاوضه فاضيه ومفيش اي حد. بس لما كان بيبص بيشوف ايان في المرايه اللي قال لايان ان قوته اول وهم مش بيشتغل في وجود مرايه عشان ايان يبدا يشتبك مع العارف. وبنعرف ان العارف كان له اليد العليا في الوقت اللي كان العارف بيقول له ان هما الاثنين في نفس الصف وان المفروض يتحدوا مع بعض، بس ايان ما سمعش لكلامه. اللي بعدها العارف قدر يزقه ويثبته على الحيطه، بس قبل ما يقدر يعمل اي حاجه بيشوف داليا وهي مستخبيه في الحمام اللي ما قالتش اي حاجه او اتدخلت عشان العارف يدخل جوه عقل ايان اللي خلق له ذكرى جوه دماغه، والذكرى دي بتكون انه محتاج يلاقي كامنسكي. وبعد ما خرج من دماغه ايان بيغمى عليه والعارف بيمشي قبل ما ايان يصحى. وفي نفس الوقت فينسنت بيرجع اللي كان متضايق ان ايان سرق البنك لوحده من غيره، بس ايان ما كانش مهتم بكلامه اللي طلب منه انه ما يتكلمش كانه باباه تاني، اللي خلى فينسنت قلبه يوجعه من ده عشان يرجع ويقول لايان انه عمل كل ده عشان يحميه. بس ايان بيقطعه وبيقول له ان هم هيرجعوا دوله بولندا عشان يلاقوا مامته، بس فينسنت طلب منه انه ما يروحش عشان الاجابات اللي بيدور عليها مش هتعجبه ومش هيحب يعرف. بس ايان برضه بيمشي مع كل ده. وبنروح وبنشوف اشلي اللي واحد من العملاء قال لها ان ايان اشترى تذاكر لبولندا، وفهمت وقتها ان ايان عايز يروح عشان يقابل كامنسكي اللي بتكون مامته وانه بيدور على اجابات. وبتطلب من العملاء بتوعها ان هم ما يطردوش ايان هنا ويستنوه في بولندا، بس للاسف اللي عارف كان مستنيه برضه في بولندا اللي قتل كل العملاء اللي هناك. وبيوصل ايان مع داليا لبولندا وبيدخلوا بيت كامنسكي اللي اتصدموا انه ما لقوش اي حد هناك، بس ايان بيشوف اوضه واللي كانت مألوفه ليه وبيفهم انه شافها قبل كده، وفهم وقتها ان دي نفس الاوضه اللي كان بيشوفها في احلامه. بس لما كان بيتمشى في الاوضه بيلاقي ان الحيطه ملمسها غريب، ولما بيضربها بيكتشف ان في اوضه سريه وراها اللي كانت اورسيلا بتخبي ورقها فيه. وفي مكان تاني بنشوف اشلي وهي رايحه تقابل فينسنت اللي سالته هو ليه مش مع ايان وسابه يروح لوحده، وفينسنت جاوبها وقال لها انه كان عايز يروح لوحده وما قدرش يطرده عشان اشلي تقول له ان ده خطر وان ممكن يكون لا عارف مستنيه وانه مش جاهز لسه انه يتعامل معاه. بس لما ايان بيخرج من الاوضه اللي كان فيها بيتفاجئ بداليا واقفه جنب العارف، وقبل ما ياخد اي رد فعل داليا بتقول له ان هو محتاج يسمع العارف بس مش اكتر، وبيبدا ايان يسمع له وهو ما كانش مرتاح لكلامه عشان العارف يقول له ان هو يبقى باباه الحقيقي اللي خلى ايان يتصدم، اللي قال له ان هو ومامته كان بيتعمل عليهم تجارب عشان يكون عندهم قوه خارقه، بخلاف ان كان في ناس كتير واللي كانوا بيعملوهم عشان يخوضوا حرب بيهم، وان هم بعد ما خلصوا الحرب الحكومه قررت تعدمهم كلهم لان هم كانوا بيشكلوا خطر عليهم. بس بخلاف كل ده في واحد منهم قدر يسيطر على الحكومه ودخل جوه دماغهم
وخلاهم يعملوا الحاجات اللي هو كان عايزهم يعملوها، اللي ساعد بعدها كل الاشخاص اللي اتعمل عليهم تجارب وجمعهم عشان يعمل منظمه المختارين. بس ايان ما صدقش اي كلمه من اللي قالها. وفي الوقت اللي كان العارف بيتكلم معاه فيه وبيقنعه، العملاء بتوع اشلي بيوصلوا المبنى اللي عارف حس بيهم، اللي طلب من ايان انه يهرب ويروح على بيته في اسبانيا، اللي قال له هناك هتلاقي كل الاجابات للاسئله اللي عندك. وايان بيساله وبيقول له احنا هنمشي وهنسيبك لوحدك مع العملاء، اللي ما كانش عايز يمشي عشان اللي عارف يكتم بقه ويقول له اهرب. بيروح بعدها وبيقتل العملاء. وفي الوقت اللي ايان وداليا بيهربوا، بيقدر العملاء يقبضوا على عارف وبيحطوا ماسك تاني على وشه، واخدوه على المقر بتاع منظمه عند اشلي اللي عملت تحليل دم عليه، وكانت فرحانه انه اخيرا قابلته، وقالت له ان هم مش بيعملوا كل ده عشان يقتلوه، عشان ترجع وتقول له ان هم هيقتلوه في الاخر، بس بعد ما ياخدوا فورمولا من دمه عشان يكونوا جيش زيه. بس اشلي بتفهم هنا ان هي مش هتقدر تطلع فورمولا من دمه بسبب انها اندمجت مع جسمه، لان بقالها كتير في جسمه، عشان تقول لرئيسها ان املها الوحيد هو ايان عشان تقدر تجيب الفورمولا من جسمه. بس العارف بيدخل جوه عقل واحد من الحراس اللي خلاه يجيب له كوبايه ميه، وفي الوقت اللي كان بيشرب فيه بيقدر يقتل كل الحراس اللي في المكان وبيخرج. وبعدها بحبه بنروح ونشوف ايان وداليا وهم في البيت بتاع العارف. بس لما بيدخل بيشوف مامته اللي كانت متشوهه، اللي كانت قاعده على كرسي ومش بتتكلم. بس في الوقت اللي كان بيبص لها فيه، العارف بيوصل اللي اعتذر له انه شاف مامته في حاله زي دي، عشان يرجع يقول له انه لسه يقدر يتواصل معاها عن طريق انه يدخل جوه دماغها. ومن غير ما يضيع وقت، ايان بيدخل جوه دماغها وبيشوف اوضه لونها ابيض مع طفل صغير، واللي بيكون ايان، واللي بنعرف ان هي موجوده جوه الذكرى دي. بس في الوقت اللي كان بيبص لها فيه، بيظهر العارف وقال له انه اشلي ومنظمه هم اللي عملوا فيها كده، وان مامته كانت الشخص الوحيد اللي معاه الفورمولا ودمرتها بسبب ان المنظمه كانت عايزه تستغلها بعد ما زرعتها جوه دماغ ايان، وان مفيش حد يعرف الفورمولا غير ايان ومامته، عشان يرجع يسال ايان عن الفورمولا. بس ايان ما ردش عليه، وبعدها بيفهم ان مامته دخلت جوه دماغه نشطت ذكرى، ودلوقتي ايان يعرف الفورمولا. وده خلى اللي عارف يتعصب ويبدا يحاول انه يهاجم كيفن عشان يعرف الفورمولا منه، بس ما قدرش يدخل بسبب ان هما كانوا في عقل مامته، بمعنى ان العالم ده بتاعها اللي ما كانش ليه اي سيطره فيه. ولما بيخرجوا من عقل مامته، ايان ما كانش مصدق كل اللي مامته عملته عشان تحمي الفورمولا. وفي نفس الوقت الحراس بتوع اشلي بيوصلوا، بس في الوقت اللي بيدخلوا فيه البيت، ايان بيتعصب وبيبدا يهاجمهم، اللي سيطر عليهم كلهم ومن ضمنهم اشلي، وخلاهم يحطوا الاسلحه بتاعتهم على ادمغتهم عشان اشلي يتحايل على كيفن انه ما يقتلهمش. بس العارف بيطلب منه انه يقتلهم كلهم بسبب اللي عملوه في مامته، في الوقت اللي اشلي كانت بتقول له ان مامته ماتت من زمن طويل، وايان كان العارف وراه فده مش حقيقي. وايان اتعصب اكتر وكان هيقتل كل الموجودين في المكان. بس فينسنت بيظهر وبيطلب منه انه ما يعملش كده، في الوقت اللي عارف كان بيحاول يتلاعب بايان عشان يخليه يقتل فينسنت. بس ايان بيرجع يطلب من فينسنت انه يمشي من المكان كله، بس فينسنت بيفضل موجود، وقال لايان لو قتلهم هيفضل ندمان لبقيه عمره. بس ايان قال له انه عايز يقتل اشلي ويبيد المنظمه كلها بسبب اللي عملوه في مامته، وان هم فضلوا يعذبوا فيها لسنين لحد ما بقت عاجزه حتى ان هي تتحرك او تتكلم. بس ايان كان متردد في انه يقتلهم، في الوقت اللي عارف خلى فينسنت يقتل نفسه، اللي خلى ايان مصدوم عشان يحرر اشلي والباقيين من سيطرته عليهم. وبيروح عشان يطمن على فينسنت، وفي نفس الوقت العارف بيمشي من المكان وهو واخد داليا معاه. بس فينسنت بيطلب من ايان انه يدخل جوه عقله، بس ايان ما كانش عايز يعمل كده لان ده كان هيقتله بسبب حالته دي. بس فينسنت فضل مصر على ده، وايان بيدخل جوه عقله وبيشوف مامته وهي بتطلب من فينسنت انه ياخد ايان معاه بسبب ان المنظمه كانت عايزه تعمل تجارب عليه وتحول له سلاح، عشان فينسنت يظهر ويقول لايان انه اسف على انه ما قالوش الحقيقه بدري عن كده. وبعد ما بيخرج ايان من عقل فينسنت وادرك ان فينسنت مات خلاص، بيروح بعدها عشان يدور على اللي عارف عشان يقتله، وما عداش وقت طويل لحد ما لقاه، بس لقاه وسط ناس كتير، وايان ما حسش بنفسه وهو بيوقعهم على الارض عشان يوسع الطريق، اللي خلى اللي عارف يسيطر على كل اللي موجودين عشان يشتبكوا مع ايان. وفي نفس الوقت اشلي بتظهر وبتساعد ايان في انه يقتل كل اللي موجودين، عشان ايان يقول اللي عارف انه يقتله بسبب انه استغله وانه قتل فينسنت، واللي عارف قال له انه فعلا استغله وبيرجع يهدده انه لو ما قالوش على الفورمولا هيقتل داليا قدامه. وايان قال له يخرج داليا بره الموضوع، بس اشلي بتلاحظ ان داليا مش موجوده في المكان، اللي قالت لكيفن ان داليا مش حقيقيه وان هي مش اكتر من وهم، وان اللي عارف زرعه جوه دماغه. وايان اتوتر اكتر لما سمع ده، وبيفتكر كل اللي كان بيحصل قبل كده مع داليا، وانه الشخص اللي كان بيعمل كل حاجه لوحده، وان هو اللي كان بيحارب برضه لوحده الوقت اللي هي كانت مستخبيه فيه. بس بخلاف كل ده برضه ايان كان خايف على داليا لانه كان بيحبها وما كانش عايز يخسرها. في الوقت اللي عارف كان بيهدده تاني انه هيقتلها، ايان بيضربه بالنار وده خلاه يموت فورا، وداليا ما حصلهاش حاجه، وداليا بتجري على ايان عشان ايان يحضنها، واللي بنعرف انه كان خايف عليها. وبعدها بايام في العزا بتاع فينسنت بنشوف اشلي اللي كانت بتقول لايان ان هي محتاجه فورمولا منه باي طريقه، لان دي هتقدر تساعدهم في حربهم ضد منظمه المختارين. بس ايان قال لها ان هو محتاج وقت عشان يفكر في ده، اللي سابها عشان يرجع للعربيه مع داليا. بس قبل ما يمشوا من المكان، ايان بيشوف اشلي وهي بتتكلم مع حد، واللي بنعرف ان هو يبقى رئيس المنظمه بتاعتها، واللي بنعرف برضه ان هو ذكرى مزروعه جوه دماغها زي داليا. وفي الوقت اللي كانت بتكلموا فيه، اشلي بتقول لرئيسها بما ان فينسنت مات فدلوقتي هي الوحيده اللي ايان بيثق فيها، عشان يرجع رئيسها ويسالها لو تقدر تعرف الفورمولا منه. بترد عليه وقالت له هتقدر بس هي محتاجه شويه وقت، وبيقول لها ايه اللي هيحصل لو ما قدرتش تعرف الفورمولا منه. قالت له ان هي تقتله بنفسها بعد ما تطلع فورمولا من عقله. في الوقت اللي كان ايان بيبص على اشلي في المرايه، اللي كان فاهم ان هي بتتكلم مع وهم وشخص مش حقيقي، اللي ما كانش فاهم مين اللي مسيطر عليها ومين اللي زرع الشخص ده في دماغها. وبكده بنعرف ان في حد تالت هو اللي مسيطر عليها بس، وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد.